الحكاية بتبدأ مع الأستاذة ماي هي وتلاميذها. ماي هربت من القرية الخاصة بيها لأن جنود الإمبراطور الفاسدين هجموا عليها، وفي النهاية وصلت لمطعم بسيط وسط الغابة وطلبت أكل ليها وللتلاميذ، بس فجأة في بلطجي ضرب صاحب المحل وقلب المكان لفوضى، لكنه لاحظ إن في شاب نايم ومش راضي يتكلم معاه، وأول ما الشاب صحي من النوم قال للمجرمين يسيبوه في حاله لأنه تعبان. بعد كده ضرب البلطجي ونزل فيه طحن هو وأتباعه لأنه ماهر بالكونج فو ويعرف أسلوب قتال سري اسمه أسلوب الرجل النائم. الشاب ده اسمه تاي بينج وقدر إنه يكسب القتال بسهولة، ده غير إن الأستاذة ماي والتلاميذ حيوه على شجاعته. فبينج أخد حصانه وربط عينيه عشان ينام وهو في الطريق. بعد كده بتنتقل بينا الأحداث لمدينة بوشانج. بوشانج مليانة بالناس البسطاء وقائد الضباط فيها اسمه شيرو. شيرو مقاتل قوي والكل بيحبه لأنه عادل ومحترم، لكنه اتفاجئ ان واحد من الفلاحين بيطلب منه يحضر الساحة بأسرع وقت، وهنا بنعرف ان في ناس كتير هربانين من بيوتهم لان جنود الامبراطور الفاسد دمروها وكانوا عايزين يلجأوا للمدينة. فشيرو رحب بيهم وطلب من اصدقائه يجهزوا لهم اكل ومأوى. لما شيرو كان بيتكلم فجأة عصابة من المجرمين ظهروا وقطعوه. قائد المجرمين يبقى بلطجي اسمه يانج، وقال لشيرو يدفع مبلغ مالي كبير عشان يسيب المدينة في حالها، لكن شيرو رفض وبدأ بالقتال معاه. من البداية شيرو سيطر بسبب خبرته الرهيبة بالفنون القتالية، وفي وسط المعركة العمدة لو ظهر وقال لشيرو يدفع ليانج كل الفلوس اللي عايزها لأن عصابته قوية وممكن يأذوهم. وهنا تاي بينج ظهر على حصانه والجميع اتفاجئ منه، لكن اتضح انه نايم ومش عارف هو فين. في النهاية شيرو نفذ كلام العمدة وأعطى يانج المبلغ المالي، لكنه اتفاجئ من بينج لأن التلاميذ بيحبوه وما كانش يعرف هو جاي منين. بعد فترة قصيرة بينج راح للحلاق عشان يقص دقنه وغلبه النوم، لكنه أول ما فاق اتفاجئ إن شيرو هو اللي هيحلق ليه. شيرو استغل الفرصة وسأل بينج هو بيعمل إيه في المدينة عشان يتأكد إذا كان طيب ولا شرير. فبينج قال إنه بيتجول في كل المدن للدفاع عن الضعفاء والأبرياء. وأول ما شيرو خلص حلاقة بينج اتفاجئ لأنه ظبط دقنه. بالليل بينج كان نايم في حاله كالعادة، لكنه اتفاجئ بالأستاذة ماي وهي بتصحيه. ماي شكرت بينج لأنه أنقذها هي والتلاميذ وطلبت منه يحميها لأن في جنود تابعين للإمبراطور لسه بيطاردوها. فبينج قال لها إنه مش بطل، ولما قاتل المجرمين في المطعم كان بيدافع عن نفسه بس. طبعا ماي حست بالحزن لأن بينج ما طلعش طيب واتضح إنه عايز فلوس للدفاع عنها. تاني يوم الفجر في شخص مجهول حضر المدينة، وأول ما وصل واحد من الناس الطيبين رحب بيه وطلب يستضيفه في بيته. بالفعل الشخص المجهول دخل بيت الراجل الطيب، لكن اول ما الاستاذة ماي حضرت وشافته حست بالرعب لانه كان واحد من الضباط اللي هجموا على قريتها. الضابط ده اسمه لاو، وقال لماي انه حضر عشان ينهي مهمته ويخلص عليها تماما لانها هربت من تحت ايده. فماي اترجته يسيبها في حالها لكن بدون فايدة، ولاو الندل خلص على الراجل الطيب اللي استضافه في بيته وخلص على لين بدم بارد. فكل اهل المدينة سمعوا صوت ضرب النار وحضروا في ثواني. وهنا الضابط لاو اتجمد بمكانه وما كانش عارف يعمل ايه، فشيرو اخده عشان يعاقبه على افعاله. اما بينج اتفاجئ لان الناس كلها بتجري ولاحظ التلاميذ وهما بيعيطوا، فحس بالحزن الشديد لما عرف ان ماي ماتت. في الوقت ده شيرو عرض الضابط لاو قدام اهل المدينة وسأله هو قتل ماي ليه. طبعا لاو حاول يكذب وقال ان هي اللي هجمته في الاول، لكن شيرو ما صدقهوش وحكم عليه بالاعدام. وهنا في شخص مجهول شق طريقه لوسط الساحة، ولما الشباب حاولوا يوقفوه مسكهم طحنهم بسهولة. الشاب ده اسمه العقيد زانج وكان شغال تحت ايد الضابط لاو. زانج اقتحم المكان هو وجيش كامل من الجنود عشان يخرجوا الضابط لاو بدون عقاب، لكن شيرو وقف لهم زي الاسد وقال ان اي حد هيقرب منه هيقتل لاو في ثواني. وهنا زانج قال لشيرو ان عنده يوم واحد بس، ولو ما سلمش لاو للبوليس من جديد هيخلص على القرية كلها. فشيرو احتار لانه لو ساب لاو يعيش هيضيع حق ماي، ولو قتله القرية كلها هتموت. وفي نفس الوقت بينج كان بيراقب اللي بيحصل وقرب ينفجر من الغضب. بعد كده العقيد زانج ترك المدينة وشيرو امر بحبس الضابط لاو عشان يفكر هيعمل ايه. في النهاية شيرو قرر يعدم لاو على افعاله. فالعمدة الجبان هرب لانه خايف من الجنود، وشيرو امر الشباب يجهزوا للحرب. في الوقت ده زانج قال لاتباعه يستنوا لما الليل يدخل ويحاولوا ينقذوا لاو باي
بأي تمن قبل ما يتم إعدامه. أما بينج جهز نفسه وكان عايز يخرج من المدينة، لكنه اتفاجئ بزوجة شيرو وهي بتسلمه رسالة. الرسالة دي ماي كتبتها قبل ما تموت، وطلبت من بينج فيها انه يوصل التلاميذ للعاصمة عشان يقدروا يكملوا تعليمهم. فبينج قرأ الرسالة وفكر لساعات طويلة اذا كان هيساعد التلاميذ ولا هيكمل رحلته لوحده. بعد ما بينج قرأ الرسالة، شيرو لمحه من بعيد وطلب ياكل معاه. بينج سأل شيرو هو قرر يعدم لاو ليه، لانه عرض حياة زوجته وبنته للخطر. طبعا شيرو قال له ان الحق لازم يتنفذ وما ينفعش يسيب لاو ينجو بدون عقاب. فبينج اقتنع بكلامه وقال لشيرو وزوجته انه مش هيمشي من المدينة وهيقاتل معاهم. بالليل واحد من الشباب راح يوصل الاكل للاو، وهنا بنعرف ان في جنود اتسللوا لداخل المدينة وكانوا مسلحين بسيوف حادة. في البداية الجنود فاجئوا الشباب اللي بيحرسوا لاو وهجموا عليهم بشراسة، لكن الشباب قتلوا لحد اخر نفس وتصدوا ليهم بمهارة. حتى شيرو حضر واستخدم قدراته الرائعة بالكونج فو، وقدروا انه يتصدى للجنود بمساعدة زوجته القوية. في النهاية جنود العقيد زانج هربوا زي الكلاب، لكن شيرو حس بالحزن لان في شاب مات وسط المعركة وكل الناس اترعبوا. فلاو الندل قرر يخلص على نفسه عشان الجنود يدمروا القرية باكملها، لكن واحد من الناس انقذه على اخر لحظة لانه لو مات العقيد زانج مش هيرحم اي حد. بعد فترة قصيرة زانج اتفاجئ ان جاله زائر، بس المفاجأة ان الزائر ده هو بينج. وهنا بنعرف ان بينج وزانج كانوا اصدقاء من زمان، والاتنين اشتغلوا حراس شخصيين للناس الاغنياء، لكنهم في يوم من الايام اضطروا ياخدوا راجل وزوجته رهينة. في البداية الراجل حاول ينجو بحياته، فالغني اللي مشغل بينج وزانج قتله هو وزوجته. طبعا بينج اتعصب وقرر يخلص على الراجل الغني، لكن زانج قال ان هو اللي مشغلهم وبيدفع لهم فلوس. ومن اليوم ده بينج اعتزل الشغل كحارس شخصي وبقى بيتجول في كل حتة، لكن زانج اترقى واصبح عقيد بالجيش. في النهاية زانج امر بينج يترك المدينة لانه هيهجم عليها قريب، لكن بينج رفض وقال انه هيقاتل مع الضعفاء والابرياء لحد اخر نفس. بعد كده مشي وسابه. بالليل بينج اتسلل لزنزانة لاو وعمل نفسه جاسوس وجاي يطلق سراحه، لكنه سأل هو هيعمل ايه لو خرج من السجن. فلاو قال انه هيجيب الجيش وهيدمر المدينة بالكامل. وهنا بنعرف ان دي كانت خطة من شيرو عشان يعرف اذا كان لاو هيسيبهم في حالهم ولا لا، بس في النهاية اتضح انه حقير وهيخلص على الجميع اول ما تجيله الفرصة. شيرو راح الغابة وسط الليل عشان يقابل مساعده بونج. بونج وشيرو كانوا اصدقاء من زمان وتربوا مع بعض، فبونج ترجاه انه يطلق سراح لاو وينقذ المدينة من غضب الجنود، لكن شيرو رفض وقدر انه يقنع بونج يقاتل معاه. وهنا بنعرف ان ده كان فخ من يانج وعصابته عشان يخلصوا على شيرو. حتى بونج اتعاون معاهم لكنه تراجع عن رأيه وقاتل بجانب صديقه. بالفعل القتال ما بين شيرو وبونج ضد يانج وعصابته بدأ، والمكان كان متحوط بالاشواك والفخاخ المميتة. وهنا بتظهر مهارات شيرو الاسطورية بالفنون القتالية لانه استخدم الكرباج الخاص بيه في هزيمة المجرمين واحد ورا واحد، لكن يانج اتحرك بسرعة البرق وحاول يغفله. بعد كده هاجم وساعده بونج ووجه له ضربة قوية خلصت عليه. طبعا شيرو اتعصب لان صديقه العزيز مات قدامه، فمسك يانج روقه ودمره في ثواني. شيرو حس بالحزن الشديد على بونج واخده عشان يدفنه بالقرية. اما بينج وصل متأخر بعد ما القتال خلص. للأسف اهل القرية حسوا بالرعب لما عرفوا ان بونج مات، وطلبوا من شيرو يسلم الضابط لاو للجنود عشان يسيبوهم في حالهم. في البداية شيرو رفض لان لاو لازم يتعاقب على افعاله، لكنه وافق في النهاية بعد ما كل الناس بالقرية ترجوه. حتى الشباب اللي بيقاتلوا معاه هم كمان استسلموا وطلبوا منه يحرر لاو، فقال انه هيخرجه من السجن بأقرب وقت. ولما بينج سمع كلامه حس بصدمة شديدة. تاني يوم العمدة وبقية اهل المدينة راحوا عشان يخرجوا لاو من السجن. اما شيرو ودع زوجته وبنته وطلب منهم يهربوا لان في مشاكل هتحصل قريب. ده غير ان الشباب اللي كانوا شغالين معاه ودعوه في حزن ووعدوه انهم هيدافعوا عن زوجته وبنته مهما كان الثمن. بعد ما الجميع مشي بينج سأل شيرو هو فضل في القرية ليه، فشيرو قال انه لازم يبقى موجود عشان يدافع عن الضعفاء. ده غير انه طلب من بينج يوصل التلاميذ للعاصمة عشان ينفذ وصية الأستاذة ماي. اما العقيد زانج حضر ومعاه مئات الجنود، واول ما وصل للاو فجأة شيرو ظهر ومعاه المفتاح
فتح. بالفعل شيرو فتح الابواب للاو وفك قيوده، فلاو الندل انقلب عليه وامر زانج وباقي الجنود يعذبوا شيرو طول الليل والنهار. ده غير انه جمع كل الذهب بالمدينه وخلص على العمده ومساعدينه، حتى بقيه اهل القريه اتبهدلوا وكل فلوسهم واموالهم اتسرقت من الجنود الفاسدين. في الوقت ده بينج وصل التلاميذ للعاصمه عشان يكملوا تعليمهم، وقرر يرجع من جديد لمساعده شيرو. بينج قابل زوجة شيرو وباقي الشباب وقال لهم ان لاو سيطر على المدينه ولازم يرجعوها باي ثمن، فعملوا خطه ذكيه واستعدوا للهجوم. اما لاو الندل استمر في تعذيب شيرو بدون توقف، وهنا بينج حضر على الابواب، ولما الحراس وقفوه قال ان معاه هديه للظابط لاو، فسمحوا له بالدخول وراقبوه طول الوقت. اما الشباب اتسللوا لمخزن الاسلحه وقدروا بمساعده واحده من الخدم انهم يسمموا الميه اللي الجنود بيشربوها وخلوهم يجروا على الحمامات. في الوقت ده بينج قابل لاو اخيرا ولمح صديقه القديم زانج، لكنه اول ما قرب من لاو حاول يغفله وحرر شيرو من الاسر بمهاره ملهاش مثيل. فلاو ضرب نار ودمر كل اللي في طريقه بدون تردد، ده غير انه قال لبينج لو مسكه بايده مش هيرحمه. بعد كده الجنود هجموا على بينج بشراسه لكنه اتصدى كلهم باعجوبه، فزانج اضطر انه يقاتلوا وش لوش والاتنين نزلوا طحن في بعض. زانج وبينج اتدربوا مع بعض لسنين طويله وقوتهم كانت متساويه، لكن في وسط المعركه ما بينهم الشباب قدروا يفجروا مستودعات الاسلحه وكل سكان المدينه اتحدوا مع بعض وهجموا على الجنود. ده غير انهم فوقوا شيرو من الغيبوبه اللي هو فيها. اول ما شيرو فاق لمح لاو الندل وبدأ بالقتال معاه. في الوقت ده بينج وزانج اظهروا مهاراتهم الاسطوريه بالقتال واستخدام الاسلحه، وفضلوا يتحاربوا لدقائق طويله لحد ما وصلوا لجبل كبير من القوارير الطينيه، فبدأوا يهاجموا بعض بسرعه رهيبه وما كانوش واخدين بالهم ان القوارير بتتكسر. في النهايه جبل القوارير الطينيه انهار تماما، وللاسف بينج رجله اتحشرت وكان هيموت، لكن زانج ضحى بحياته عشان ينقذه لانهم كانوا اصدقاء زمان وتربوا مع بعض. اما شيرو استمر في قتال لاو بدون توقف، لكن لاو ذكي وقدر انه يصيب زوجة شيرو ومساعده باستخدام المسدس الخاص بيه، فشيرو خرج وواجهه وش لوش وقدر انه يعكس طلقات المسدس بسيفه. لاو اتصاب في دماغه وشيرو وقعه من فوق المبنى، وهنا اهل المدينه الفقراء اتجمعوا على لاو الندل واخدوا حقهم منه. في النهايه اهل المدينه كسبوا وانتصروا على الجنود الفاسدين، فبينج ودع شيرو وزوجته في حزن وغطى عينيه عشان ينام على حصانه وهو في الطريق. وده كان ملخص الفيلم. اشترك عشان توصلك اقوى الملخصات كل يوم، واشوفكم عما قريب باذن الله.